السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد الغريبه كتجي رائعه كما كتشوفوا معايا في الشكل ديالها، وحتى في المذاق ديالها جات رائعه بالنكهه ديال الليمون وبديك الليمون معسل حتى هو كيجي عطاها واحد المذاق زوين. كنتمنى تجربوه وتعجبكم ان شاء الله. بسم الله. هنا في القصريه درت 200 غرام ديال الزبده. انا درت الزبده ديال العلبه، درت مع واحد شويه ديال الملح، وغندير معها كاس وربع ديال السنيده. هنا بغيتو تكتفيو غير بكاس كتفيو غير بكاس، ولكن كاس وربع جاتني الحلاوه هي هذيك ديال الغريبه. صافي غنخلط مزيان هاد الزبده مع سنيده حتى كتذوب لينا ديك السنيده. صافي ملي غتذوب لينا هاد السنيده غنزيد عليهم كاس ديال الزيت. كنزيد كاس ديال الزيت وكنخلط مزيان هاد السنيده والزبده. وهاد الغريبه هذه بالمذاق ديال الليمون جات زوينه، يعني واحد المذاق فيها رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. صافي المهم كما كتشوفوا معايا كنخدم مزيان ديك الزبده وسنيده والزيت. من بعد كنزيد عليهم 3 ديال الصفر ديال البيض. ملي كنخدمهم مزيان هاد الزبده والزيت والسنيده غنزيد عليهم 3 ديال الصفر ديال البيض. المهم هنا خص الزبده والزيت والبيض يتخدموا لينا مزيان حتى كتذوب لينا داك السنيده. صافي هنا درت 3 ديال البيضات، كنديروا غير الصفر ديالهم، كنخلطهم مزيان كما كتشوفوا معايا. المهم هذا الخليط هذا خص يولي لينا كريمي، ديك السنيده حتى كتذوب لينا كما كتشوفوا معايا. غنزيدوا النكهه ديال الليمون. هنا غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال النكهه ديال الليمون. صافي هنا من بعد ما غنزيد هاد النكهه هادي ديال الليمون غنزيد 2 معالق كبار ديال الليمون معسل، كنقطعوه طريفات صغيورين. وكنزيد 2 معالق حتى هو ديال الزبيب، حتى هو كنقطعوه طريفات صغيورين، 2 معالق كبار. وكنزيد 2 معالق ديال اللوز، حتى هما 2 معالق كبار. صافي كنخلط مزيان كما كتشوفوا معايا. صافي ملي غنخلط هاد المكونات مزيان غنزيد ليهم الدقيق هنا انا عبرت 5 الكيسان ديال الدقيق، يعني نص كيلو ديال الدقيق اللي دخلت لي هاد العجينه هادي. المهم هنا كنزيدوا الدقيق بشويه بشويه باش ما تجيناش العجينه قاصحه، تجيناش الحلوه ديالنا قاصحه. هنا كنزيد خماره. صافي انا كنبقى نزيدو في الدقيق بشويه بشويه كما شفتوا معايا. المهم هنا العجينه ديالنا ملي غنجمعوها تكون عندنا عجينه رطبه، ما خصهاش تجينا العجينه ديال الحلوه ديالنا قاصحه، باش تجينا الغريبه زوينه ملي طيب وتجينا رطبه. العجينه ديالنا خصها تبقى لينا رطبه. المهم هنا 500 غرام ديال الدقيق، ولكن ما كنديروهاش كلها في خطره واحده، كنبقى نزيد فيها بشويه بشويه. صافي انا من بعد ما زدت داك الدقيق كنبقى نجمع في العجينه ديالي. هنا راه ما كندلكش، يعني غير كندخل ليها داك الدقيق كما شفتوا معايا، يعني ما كندلكهاش. هنا العجينه ديالنا خصها تبقى لينا رطبه، يعني ما خصهاش تكون قاصحه. كنزيدوا الدقيق بشويه بشويه كما كتشوفوا معايا. هاد الكميه هذه اللي زدت معكم تبقى نص كيلو ديال الدقيق، يعني هزت لي 500 غرام ديال الدقيق. المهم ملي كنكونوا كنزيدوا الدقيق كنزيدوه بشويه بشويه، وملي تبقى لينا العجينه ديالنا رطبه باش تجينا ديك الغريبه زوينه. صافي هذا هو القياس اللي بغيتو انايا، يعني هذا القوام هذا هو اللي بغيتو في العجينه ديالي كما كتشوفوا معايا. صافي دابا غنبدا نشكلها معكم على شكل ديال الغريبه، وكتجي واحد الغريبه زوينه بالنكهه ديال الليمون، وديك الليمون معسل عطاه واحد المذاق زوين، وديك الزبيب حتى هو عطاهم بنا واحد المذاق زوين فيها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وغتعجبكم ان شاء الله. صافي انا خديت العجينه ديالي كلهم غندير لهم كريات صغار كما كتشوفوا معايا، وغنحطهم في قصريه. المهم انا غنكمل على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا ندوزهم في البيض، وعاد ندوزهم في اللوز ولا في كاوكاو ايفيلي، نتوما كيبقى لكم الاختيار.
صافي كناخذ واحد الكره كنديرو على شكل ديال غريبه كندوزها في داك الكاوكاو ايفيلي. انا هنا درت الكاوكاو، نتوما كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار. وكنديرو فوق منهم حب الملوك. كناخذ هنا حب الملوك المعلب، كناخذ وحده كنقسمها على جوج، كندير الطريف في كل غريبه كندير فوق منها النص كما كتشوفوا معايا. كندوزها في البيض، من بعد كندوزها في داك الكاوكاو صافي غنحطهم في اللاطه. صافي انا غنكمل معكم على هذا الشكل هذا. الفران كنشعلو، هنا راني شاعله على الفران حتى كيسخن مزيان. ملي كيسخن مزيان الفران كندخل الغريبه ديالي طيب. انا هنا كنشعل عليه من الفوق ومن التحت وكنقص عليه. صافي كما قلت لكم نديرو على حب الملوك، كنقسمو كل وحده كنقسموها على جوج. هنا الا خفتو ما تلصقش. صافي انا كناخذ داك الطريفات ديال حب الملوك كنحطهم فوق من الغريبه وكندوزهم واحد شويه في البيض، يعني باش تثبت لينا فوق من الكاوكاو. صافي وكنضغط عليهم واحد شويه. صافي كنعمرها مزيان بداك الكاوكاو. ملي كندوزها في البيضه غريبه كنعمرها مزيان بداك الكاوكاو ايفيلو وكندير فوق من هذاك حب الملوك وكنضغط عليه واحد شويه. صافي غنعمر اللاطه ديالو كما شفتوا معايا هنايا. في هاد اللاطه هادي درت النص بحب الملوك والنص درتو غير بكاوكاو ايفيلي. راه جات واحد هاد الغريبه هادي جات زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وغتعجبكم ان شاء الله. هذاك النكهه ديال الليمون وداك الليمون معسل عطاها واحد المذاق زوين. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وغتعجبكم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كي كيجي جات زوينه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك بالقناه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ونتلاقى معكم ان شاء الله الفيديو الجاي.